السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. بصراحة موضوع ما كنتش حابب أتكلم فيه خالص وما كنتش ناوي أتكلم فيه أصلا كمان. ولكن الصفح، آسف، الصفحات والأخبار والمواقع، خاصة الزملكاوية، مبينة قوي إن الموضوع بتاع الإمارات موضوع عادي وسهل وبسيط. ورجعت بالذاكرة سنة كده في الموضوع. يعني دي موضوع الزمالك ده قضية، لكن اللي هتكلم فيه التاني ده موضوع حسين الشحات والشيبي. وطلعت علينا ساعتها نفس المواقع ونفس الأخبار ونفس الناس ونفس الأشخاص كانوا بيقولوا إيه: ما تسيبش حقك يا شيبي، ولازم حسين الشحات يتعاقب، ولازم يتوقف، وروح الفيفا ووقف النشاط. ما في، مش مشكلة النشاط يقف في مصر، ومش مشكلة الأهلي يتغرم، ومش مشكلة أي حاجة. في حين ان كل الصور اللي ظهرت بعد الماتش على طول ان حسين الشحات راح اعتذر للشيبي والشيبي قبل اعتذاره، ولكن الايدي الخفيه اللي موجوده في نادي بيراميدز ولعبت ونخورت في الموضوع وجددته وخلته قضيه. واول ما بقت قضيه، مواقع الزملكاويه كلها والاشخاص الزملكاويه كلهم حقه، حقه ياخد حقه، حقه ياخد حقه. وسبحان الله ربنا، يعني انا مش عايز اشمت في حد والله، يعني انا الموضوع مش موضوع شماتة، ولكن موضوع الكلب ميكالين، موضوع الكلب ميكالين، وموضوع ازدواجية الافكار والمعايير اللي هي في ايه بقى. حضرتك دلوقتي اتكلمت في موضوع حسين الشحات والشيبي، خلاص، فاي حاجة تحصل بعد كده مفروض تبقى زيها لو على نفس المستوى. لكن اما تبقى المستوى اعلى، يبقى المفروض حضرتك تحط لسانك في بقك، ويا تسكت، يا تسكت، يا ما تتكلمش خالص. تسكت وما تتكلمش خالص، يا اما تتكلم بنفس المنطق بتاعك. يا تسكت وما تتكلمش خالص، يا اما تتكلم بنفس المنطق بتاعك. لكن ما يبقاش زملكاوي لو ما عكسش الموضوع، ما يبقاش زملكاوي. ايه هما بقى الموضوعين؟ اول حاجه القضيه بتاعت فتوح، قضيه فتوح. الناس كلها لازم الراجل يقبل الصلح، ولازم يطلع، وتحججوا ان الاهلاويه هم السبب ومجلس الاداره هو السبب ومش عارف مين اتدخل وخلى اهل المتوفي ما يتنازلوش وكلام غريب طلع من ناس مفروض ان هي محسوبه علينا بتفهم في الكوره، مفروض ان هي محسوبه علينا بتفهم في الكوره، ومفروض ان هم اعلاميين. ولكن طبعا احنا عارفين ان هم زملكاويين لا يفقهوا شيء. وبرضه نفس المواقع لا تفقه شيء، هي كل اللي فيها ان هي عايزه تثبت ان وجهه نظرها هي اللي صح. فطلعوا ساعتها وقالوا حادثه وكان طريق ومعلش والديه ومش الديه وده قتل. يعني ده اللي حصل، قتل. اتحاد النيابه بقى انا ماليش دعوه بيها، سواء بقى هي عمد او غير عمد، قاصد مش قاصد، شارب مش شارب، نايم مش نايم، دي مش بتاعتي، دي مش بتاعتي انا خالص. انا بتكلم في المعيار، المعيار هنا والمعيار هنا. خناقه، انا هعتبرها خناقه، انا هعتبرها خناقه اتحولت لمحضر في الشرطه، وده كله بسبب تخاذل اتحاد الكوره في المقام الاول. هما اتعلموا؟ لا ما اتعلموش، ما علينا، ادي موضوع ايه فتوح. تشاء الاقدار وتشاء الصدف، بطوله معموله خارج مصر، والزمالك بيحضرها بصفته اي حاجه، بالكارت الذهبي زي كده عرب جوت تالنت، بالكارت الذهبي. يسكتوا؟ لا ما يسكتوش، يفتعلوا مشكله من لا شيء ويطلعوا يبرروا، يعني يطلعوا يبرروا ده كان لابس تيشيرت احمر وكان بيشجع بيراميدز واكيد ده اهلاوي. انت من ساعه الماتش ما بدأ بقالك 90 دقيقه شايفه قدامك، شايفه قدامك، وجاي تقول ان هو زملك، ان هو بيشجع بيراميدز واهلاوي بعد 95 دقيقة. وطبعا عشان هم في دولة تانية، دولة فيها قانون وفيها احترام
يعني دولة فيها قانون وفيها احترام. لا تعالوا وتحبسوا وغرامة وقضية، تطلع نفس الصحف ونفس المواقع ونفس الأشخاص يقولوا إخوة وأشقاء ومفروض نتنازل وخلاص وهندفع الفلوس هتدفع الفلوس منين؟ بالأمر المباشر الفلوس والغرامة تطلع من إحدى الشركات الموجودة في مصر الراعية لنادي الزمالك من الباطن. من الباطن راعي نادي الزمالك من الباطن، ومفروض ان هي دايره الكره في مصر. برضو ما علينا، ولكن اتحاد الكره للتخاذل للمره التانية. حضرتك لسه منزل لائحه ومعدلها ان اي حد بيسيء للمنظومه الرياضيه فيها ايقاف وفيها غرامه وفيها حاجات من دي. حضرتك فين الكلام ده بقى اتحاد الكره؟ ايه اللي عملته؟ لا شفنا عقوبات ولا شفنا حد قال حاجه. اتحاد الكره كله يلزم الصمت. كل اتحاد الكرة بأعضائه كلهم يلتزموا الصمت، الصمت التام. الصمت التام في غياب لكل حاجة بقى، في غياب للجنة مسابقات وغياب للجنة عقوبات وغياب للاتحاد ذات نفسه. طبعا الوزارة كده كده عاملة نفسها من بنها، ما اتكلمتش. مفيش حد اتكلم ولا فتح بقه ولا قال حاجة ولا قال حاجه. مفيش عقوبات، مفيش اي حاجه. لا 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 لا، لسه ما يبقوا يرجعوا ان شاء الله. لما بيرجعوا منين؟ لما يبقوا بيرجعوا منين؟ بيرجعوا منين؟ ده انتوا حسين الشحات نديتوا الاعضاء من البيوت وخدتوا عقوبه وقتي، والاهلي اصلا كده كده كان عاقبه قبل ما انتوا تعملوا حاجه. يعني الاهلي الحمد لله الحمد لله، المنظومه الناجحه اللي انتوا بتحاولوا تفشلوها في مصر عاقبه من قبل اي حاجه. نفس برضو الموضوع. حاجه حصلت، مشكله وحصلت، وكهرباء ومش كهرباء، محدش عارف اي حاجه على الموضوع دوت غير الاهلاويه بس. لعيبه النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، اداريين في النادي الاهلي بس، بكل تفاصيله وبكل حاجه. يعني لو كان محمد رمضان الموضوع دوت اصلا عايز يعديه ويصهين عليه، كان عداه وصهين عليه، محدش كان هيعرف اي حاجه. لكن محمد رمضان عاقب اللاعب وسفره مصر. يجي ناس من اتحاد الكوره، ايه اللي حصل مع كهربا؟ عشان عايزين نعرف. طب عايز تعرف حضرتك ليه؟ اكيد عشان عايز يعاقبه طبعا. يعني اكيد عشان عايز يعاقبه. امال عايز يعرف عشان خاطر ايه؟ سواد عيونه مثلا هيقول له معلش، هيروح يديله كيلو شوكولاته ويروح له يطيب خاطره. لكن يسيب المصيبه الكبيره، الكارثه الكبيره، ويمسك في الهيافات. اتحاد كوره، اتحاد كوره ولجنه مسابقات ولجنه عقوبات نايمين في سبات عميق. يا ريت سبات عميق، ما حصلش سبات عميق. ده دول بقى عملوا زي اهل الكهف. لا نرى لا نسمع لا نتكلم لا نتحدث، ولا الهوى ولا الهوى ولا الهوى. لكن تطلع المواقع الزملكاويه إيه خلاص دفعنا الفلوس واللعيبه خرجت. يقوم طالع النهارده صور للعيبه، اللهم لا شماته اللهم لا شماته اللهم لا شماته، محبوسين وصورهم منوره. طيب اتحاد الكوره عمل حاجه؟ لا. في عقوبات؟ لا. نفس اللي حصل مع الزمالك في نهايه الموسم. فين عقوبة جوميز اللي اعتدى على الحكم؟ مفيش عقوبة. هو ما عملش حاجة. لسه بنبحث. لسه الناس مجتمعة. مجتمعة. الدوري خلص والاهلي فاز وخد الدرع واستلمه، ولسه عقوبة الماتش دوت لسه ما طلعتش. لا على جوميز ولا على اللعيبة ولا على اي حاجة. طب فين عقوبة مروان محسن لعيب بيراميدز اللي شتم والكاميرا جايباه؟ ما الفيديو ما ده متفبرك، مش بتاع حد. مش بتاع حد، لا الفيديو ده متفبرك. احنا مش مقتنعين بيه. احنا مش مقتنعين بيه، فيديو متفبرك. طول ما في ازدواجية، طول ما في ازدواجية وانت عايز ومستقصد نادي بعينه ناجح انت عايز تفشله، طول ما سبحان الله سبحان الله ربنا مش هيكتب لك النجاح في اي حاجة.
تيجي تتكلم اصل الاهلي احنا بنجامله. ليه بتجامله؟ عشان بنأجله. وانت بتأجله، هو ما بتأجلش للزمالك. السنه اللي فاتت الزمالك ما تأجلهاش زي الاهلي اللي مشيت معاه في كل حاجه، بالعكس ده الاهلي لعب ماتشات اكتر وهو متأجله، والزمالك متأجله قدهم. ازاي ما تعرفش؟ الاهلي اعتذر عن مباراه في كاس مصر السنه اللي فاتت، اتأجلت نفس المباراه للزمالك من غير ما يعترض لوحده. الاهلي ما دام الاهلي اتأجله يبقى الزمالك بيتأجله. طب ايه العلاقه؟ لا مفيش علاقه، هو كده مزاج. عاجبك ولا مش عاجبك؟ اللائحه تتعمل ما كملتش اسبوع والانديه توافق عليها وتتعمل القرعه وتتعمل كل حاجه، يجي بعديها بثلاث ايام، يومين بالظبط، يومين بالظبط تحصل المصيبه والكارثه بتاعه ماتش بيراميدز والزمالك في الامارات. في عقوبات؟ لا. طب فين اللائحه؟ لا. وهيلاقوا لها 200 مبرر، يعني هيلاقوا لها 100 مبرر. هيقول لك اللائحه ما كانتش لسه توافق عليها، الانديه ما ردتش علينا، ما فيش حد بعت ووافق. هيلاقوا لها 100 الف حل مدام تخدم نادي الزمالك، ويرجعوا يقول لك احنا بنجامل الاهلي، والاهلي هو ننوس الدوله. الاهلي هو ننوس الدوله؟ فين الاهلي هو ننوس الدوله؟ فين الننوس ده؟ فين الننوس؟ يا ريت نبقى ننوس زي الزمالك كده، يا ريت نبقى ننوس زي الزمالك كده. في الاخر وفي النهايه اتمنى ما يبقاش فيه مشكله. ما هو الموضوع ده ممكن يعمل مشكله بين مصر والامارات. انا عارف ان دي حاجات كبيره، ووزاره خارجيه هنا ووزاره خارجيه هنا وكلام على مستوى عالي، ولكن انا بتكلم على المقياس بتاع الحكم على المشاكل او العقوبات اللي بتطلع على نادي ونادي. دلوقتي ما بقاش نادي واحد، يعني دلوقتي ما بقاش الزمالك بس ما بتقولش عقوبات، لا، ده دلوقتي بقى الزمالك وبيراميدز. ليه؟ عشان خاطر هما الاثنين الوحيدين اللي قدام ممكن يقفوا قدام الاهلي وينافسوه، فاحنا لا ما ينفعش نعمل لهم اي حاجه خالص، ما ينفعش. دي فرق هتنافس الاهلي اللي مروقنا في كل حاجه، فلازم نقف جنبهم هم. لكن احنا نحاول ننجح الاهلي وهو اصلا ناجح؟ لا، احنا عايزين نفشل الاهلي، ما نسيبوش ناجح. ليه؟ لان هو ناجح من غير مساعدتكم، هو ناجح من غيركم اصلا، يعني هو اصلا ناجح من غيركم. فازاي هو ناجح من غيرنا؟ وفي حاجات كتيره لو بصينا لها، يعني في حاجات كتيره لو بصينا لها، الرعايه السنه اللي فاتت، وعقود الرعايه السنه اللي فاتت اللي ما قالت لا، ما ينفعش الاهلي بيجيله المبلغ دوت، احنا هنجيب له راعي تاني، بس ما ينفعش المبلغ اللي الاهلي كان جاي له دوت. ولا نفس الراعي اللي بيرعى برشلونه، لا ما ينفعش يبقى راعي الاهلي. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. تمهل ولا تهمل. في النهايه اتمنى الموضوع يعدي على خير. اتمنى ان اتحاد الكوره يتعلم، مع انهم انا عارف ان هم مش هيتعلموا وما بيتعلموش، وهيفضلوا كده لغايه ما يمشوا. والله اعلم مين اللي جاي بعدهم، هيبقى بنفس الموضوع ولا مش نفس الموضوع. اذا كان اللي قبله كان كده ودلوقتي كده، الله اعلم اللي جاي برضه يبقى ايه في الاخر. آه، اتمنى اتمنى ان جمهور الزمالك يعقل ويتكلم بمنطق واحد. انا عارف ان في ناس بتتكلم بعقلانيه، ولكن مع الاسف الشديد صوتها مش مسموع، ولكن الناس اللي بتبجح وبتقاوح وبيقول لك بتقول على الصح غلط وعلى غلط صح، هي دي اللي ظاهره وهي دي اللي باينه، وهي ديت اللي الصف عند جمهور عند بعض جمهور نادي الزمالك. وفي الاخر سلام، عشان اكتر من كده الكلام هيبقى فيه الفاظ تانية. مع الف سلامه.